يا صباح السعادة ويا صباح الهنا وصباح الجمال على كل اخواتي وحبايبي اللي بيشوفوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يوم جديد وفيديو جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد ومليان بركة على كل اخواتي اللي بيشوفوني، والجمعة مباركة ان شاء الله على الجميع. يلا بقى قبل ما نبتدي الفيديو هنصلي على حبيبنا وشفيعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ابتديت بقى معاكم اليوم من الصبح بدري، يعني من اول ما صحينا كده ابتديت بقى كل التفاصيل معاكم يا بنات. اول حاجة كده بخرت وشغلت البخور في الشقة كلها، وصليت الحمد لله وقريت كمان سورة الكهف. هو من الايام الجميلة قوي يا بنات، بيبقى يوم الجمعة دوت كده تحس ان الدنيا بتبقى مشمسة كده، النهار بيبقى حلو فيه، معرفش بحس ان هو يوم مختلف سبحان الله عن بقية الاسبوع كله حتى لو الجو برد. يعني باحس براحة كده مع البخور، يعني حتى لو بابخّر في الأيام العادية يوم الجمعة البخور كده تحسّي إن هو ليه حاجة تانية. بُصّوا بقى بعد ما الخطبة خلصت والصلاة وكل حاجة، على القناة الأولى اللي هي في التلفزيون عامةً المصري، بعد الخطبة بيجيبوا يا بنات وبعد الصلاة بيجيبوا حديث للشيخ الشعراوي. تمام، فأنا بقى عملت لي كده الكوباية بتاعتي، كان جوزي لسه ما طلعش من الصلاة من تحت، عملت لي كوباية ينسون وقعدت كده اتفرجت على الحديث بتاع الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. هنا بقى جوزي كان طلع من الصلاة وبقى وباحضّر الفطار، طبعًا فطار يوم الجمعة كلنا عارفينه، لازم يكون فيه فول ده الفطار الرسمي للمصريين عامةً. بس أنا بقى لي كام فيديو كده يا بنات باشارككم الفطار بتاعي، باحاول يبقى فيه فول، فيه طعمية، فيه بطاطس، يعني يكون فطار كده حلو ما فيهوش فينو، كله بالعيش. تمام. هاعمل بقى يا بنات بتنجان مشوي اللي هو بابا غنوج، وهاعمل بقى شوية سلطة كده حلوين جنب الفطار. حطيت بقى البتنجان يتشوي، بُص أنا كنت عايزة أحطها في الair fryer الصراحة البتنجانة دي، بس مش عارفة باحس إن بابا غنوج كده أنا جربتها في الair fryer حلوة مش وحشة، بس يا بنات البتنجان المشوي على عين البوتاجاز ليه طعم تاني خالص، مش عارفة باحس كده طعمه أحلى كده. فباقول مش مشكلة، يعني أنا كده مش باعمله كل يوم، فلمّا عين البوتاجاز تتبهدل يوم يعني وأبقى أنضّفها بس كلت حاجة نِفْسي فيها مش مشكلة بالنسبة لي. وقُلت أعمل برضه شوية سَلطة كده حلوين، جوزي بقى واقف معايا في المطبخ، كان عندنا أناناس، فقال لي إيه: "أنا سيبيني أعمل أنا الأناناس." هاعمله عصير. عايزة أقول لكم عشان يقشّر بس القشر من برّه بهدل لي المطبخ، قُلت له: "أبوس إيدك اخرج، أنا هاعمل لك العصير وأعمل لك كل اللي أنت عايزه." الفيديو اللي فات يا بنات اللي نزّلته اللي هو الروتين بتاع يوم الخميس، طبعًا زي ما أنتم شُفتوا كنت منضّفة المطبخ وكان زي الفل. فطبعًا بقى هو بيقشّر يرمي على الرخامة مش عارف إيه، الحاجات دي زي ما قُلت لكم إيه، إحنا بيبقى منتبهين شوية لمّا بنيجي السِت بتبقى عارفة هي يعني أنا مثلًا باحُط كيس أو حاجة لو أنا باقشّر حاجة، فباحُط في قلب الكيس القشر وألِمّه مرّة واحدة وارميه. هو بيقطّع بقى على الرخامة وجنبيه البوتاجاز، المهم إن هو بهدل لي شوية حاجات، قُلت له: "لأ اخرج أنت، أنا بس هاعمل الفطار واعمل لك العصير اللي أنت عايزه." فعملت بقى إيه، شوية سلطة حلوين كده، ع حطيت كابوتشي وحطيت عليها وقُلت أبشر جزر بقى وطماطم وخيار، الحاجات اللي أنا كنت مشاركاكم معاها روتين يوم السوق ده يا بنات. الحاجة بقى كانت بُصّوا بتسهِّل عليَّ، مغسولة ونضيفة في التلاجة، أطلّع بقى أعمل السلطة، أعمل الحاجة باحس بسهولة أكتر كده. باحب أحط عليها بقى ليمون ودبس الرمان يا بنات بيودّي السلطة في مكان تاني خالص، وشوية بقى شوية كده من زيت الزيتون، عايزة أقول لكم بيبقى الطعم تحفة وخطير. شوية سلطة بقى ما فيش بعد كده، ويا سلام بقى لو عندِك كمان بنجر وحمص والكلام ده بيبقى لأ، بتدّي السلطة طعم حلو أوي. يعني السلطة المصرية معروفة هنا يا بنات أكتر، الناس ممكن تقطّع طماطم وخيار، يعني دي السلطة الأساسية. فأنا باحس إن هي ما فيهاش فوايد كتير، أنا بقى باحب أعمل إيه، باحب أقطّع بقى كل الخضار، حتى لو عندي حمص مسلوق باحب أحط عليها حمص مسلوق، باحب أحط عليها بنجر، لو عندي اللي هي شبت بقدونس، أي حاجة باحب أحط حاجات كتير متنوعة على السلطة، بتبقى القيمة بتاعتها الغذائية أفضل وأحسن. زي ما قُلت لكم ساعات أنا باحب أعمل كده بولة كبيرة، كمية كبيرة من السلطة وأغطّيها كده أو في علبة محكمة وأغطّيها بس ما أحطش عليها لا ليمون ولا خل ولا ملح ولا زيت ولا أي حاجة، هي بس الخضار اللي أنا مقطّعاه واشيله، والله ممكن يقعد أسبوع يا بنات معاكم.
تطلّعي بس على قد ما أنتِ هتستخدمي الطبق، على الفطار، على الغدا، وتقومي حاطة بقى الملح والكمون بقى اللي أنتِ عايزاه بقى على السلطة، الإضافات بتاعتِك. بيسهّل كتير وبتحسّي إن أنتِ إيه، بتقدري إن أنتِ يعني باحس إن هو بيشجّعني، باقدر إن أنا في أي وقت يعني أطلّع سَلطة جاهزة، عايزة أحُط على الفطار، على الغدا، فبتسهّل عليّا أمور كتير أوي موضوع إن إحنا نعمل السَلطة، وباعمله دايمًا في رمضان كده، في رمضان عشان طبعًا ما بيبقاش في وقت طويل، فباحب أعمل كمية سَلطة كبيرة واشيلها بقى جنب السحور، جنب الفطار، فبتبقى حلوة أوي وسهلة. هنا بقى كنت مطلّعة الفول يا بنات اللي أنا بقى إيه، مفرّزاه يعني يعتبر كان متلّج، فكنت حطّيت باحب أحُط عليه بصل وطماطم وحطّيت بقى الفول وغطّيته كده وسِبته هو يعمل براحته، ونعمل بقى طاسة حلوة كده من البيض الأومليت. لمّا كنت باسلُق البيض يا بنات للولاد، الولاد بيعملوا إيه، بياكلوا البياض وبيسيبوا لي الصفار، فأنا باقول حرام يعني وبيبهدلوا لي بالدنيا، فبقيت أعمله لهم بقى مقلي وخلاص عشان خاطر يعني إيه، ما اهدرش البيض، ياخدوا القيمة بتاعة البيض، الفايدة بتاعته. وكمان بقى هنا كانت البتنجانية بقى بتاعتي قشّرتها زي ما أنتم شُفتوا كده بمنتهى السهولة، وحطيت عليها طحينة، حطيت عليها برضه زيت زيتون، وحطيت عليها بقى الملح والليمون وضبّطتها خالص، بُصّوا خلّيت بابا غنوج ده تحفة، حلو أوي جنب الفطار. وهنا حطيت برضه شوية من الخضرة، وشوية من السلطة، وجِبت برضه كان عندي جبنة قريش، حطيت كده قطعة من الجبنة القريش وعليها شوية حبّة البركة ورشة كده كمان من زيت الزيتون، وبجد كان أحلى فطار. يعني الحمد لله، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال، لمّا بيكون الحاجة عندِك كده في التلاجة بيبقى البيت فيه بركة. فالحمد لله يا بنات كده إيه، فطرنا بقى وخلّصت الفطار بتاعي، وقولوا لي رأيكم إيه بقى، أنا باشارككم الفطار اليومين دول عشان تشجعوا كده وتعملوا لولادكم فطار حلو. الحمد لله بقى يا بنات فطرنا، وكمان بقى كان عندي order كده جاي لي، حبيت إن أنا أوريه لكم وبادّيكم برضه شوية أفكار. ده منظمات يا بنات يعني عارفين المقشّات، المساحات، الحاجات اللي زي كده بدل ما بنبقى حاطينها على الأرض كده بيتعلق فيهم. بُصّوا يعني أنا الحاجات دي فعلًا مبهدلة لي الدنيا، شوية في الحمام، شوية في المطبخ، يعني حاسة بكركبة كده شوية. فلقيت المنظم ده على الإنستا كان ال7 كان عليهم عرض 7 والشحن مجانًا عاملين 199 جنيه، يعني تقريبًا 200 جنيه، 200 جنيه بالتوصيل ال7 تمام. فأنا طبعًا الفترة دي مش بانزل ومش قادرة الصراحة أروح أدوّر بقى على منظمات والكلام دوّة، فلمّا لقيته قدّامي يعني طلبته على طول وجالي يعني بعديها بيومين. فحسيت إن هو كويس وهاوريكم برضه شكله، وهاوريكم بيتعلق إزاي، هو بيبقى معاه الdouble face بتاعه، ومعاه ديّة اللي بيدخل فيها المقشة أو المساحة بقى. بُصّوا أنا علّقته أنا حاسة إن هو الصراحة لَم لي كركبة، هي الحاجات المنظمات دي يا بنات تحسّي إن هي إيه، حاجات بسيطة كده بس فعلًا بتفرق خالص، خالص، خالص. هاوريكم كمان أنا هاركّبه فين، أنا عندي مكان كده هاوريه لكم جنب التلاجة فاضي. بُصّوا المكان ده فاضي خالص، ده بقى عايزة أقول لكم لامم لي كمية تراب ليه بقى، لإني حاطة فيه المقشة والجاروف والمكنسة أو أي حاجة، أي حاجة معايا باكنس بامسح بيها باحط على طول في الأرض، فاهمينّي؟ فعاملين لي زحمة كده ومضايقني. بُصّوا بقى لمّا أنا علّقت المنظر فضي في الأرض وبقى شكله نضيف كده وحلو، حاسة بترتيب. حقيقي منظمات من الحاجات اللي بتخلّي الشكل كده حلو. وكان عندي بقى مسمار كده قُمت معلّقة بقى فيه المقشة والجاروف، قولوا لي رأيكم إيه بقى؟ وعايزة أرُد كمان على بنوتة كانت باعتة لي سؤال، أنتِ معاكِ كام طفل وأنا مطبخي صغير زي مطبخِك و وعندي وسواس في النضافة ومش عارفة أعمل إيه والمطبخ يعني مضايقها. ده يعني تقريبًا اللي أنا فهمته يا بنات من الcomment. بُصّي، أنا رديت على سؤال معاك كام عيّل ده كتير جدًا. اللهم بارك معايا 3 أطفال، معايا بنت واحدة ومعايا ولدين، معايا فاطمة ومحمد وياسين تمام. اسم القناة كده يا بنات عشان قُلنا قبل كده ارجعوا بقى للفيديوهات اللي فاتت، اللي هو الفيديو التعريفي عن نَفْسي. فبالنسبة بقى لمطبخِك صغير زي مطبخي وباعمل إيه والتنضيف والوسوسة في النضافة، بُصّي أنا حاسة بسؤالِك جدًا، لإني أنا قعدت فترة طويلة أوي عندي مشكلة بسبب النقطة دي. المطبخ ضيّق، مش عارفة أشِد بقى وأكنس وأمسح براحتي، لإن أنا من النوع اللي باحب أدلق مَيّة وباحب النضافة جدًا بقى وبالذات في المطبخ. حاسة إن أنا كده متكتّفة والمطبخ صغير وعلى القد.
وزي كمان ما أنتِ شُفتِ أنا مطبخي فيه إيه بقى، فيه التلاجة وفيه الغسالة بتاعة الأطباق، في البوتاجاز، في الdeep freezer وغير المطبخ طبعًا والوحدة اللي تحت الحوض، فالمطبخ بيقول لي ارحميني. بس أنا شقتي صغيرة، فما قدّاميش حل غير إن أنا يبقى كل الأجهزة الكهربائية في المطبخ، والناس اللي متابعاني عارفة إن أنا كنت كسّرت مكان كده في الحمام وحطيت فيه الغسالة بتاعة الملابس. بُصّي، يمكن أنا أول يعني لمّا يعني الشقة كده في الأول مش عارفة، أنا حاسة الموضوع بيبقى يا بنات محتاج تنظيم أكتر، إن أنتِ تقعدي تفكّري كده وتجيبي الموضوع يمين وشمال كده إن أنتِ تعرفي تنظّمي وترتّبي. لمّا كان الموضوع كده أنا سايباه بدون تفكير أو اللي هو إيه، أنا جيت المطبخ المفروض البوتاجاز يتحط هنا والمفروض التلاجة هنا والغسالة هنا وكل حاجة هنا، فكان الموضوع مضايقني. لمّا بدأت أشغّل بقى دماغي شوية وبدأت أشوف إن أنا ممكن أكسّر هنا وممكن أنقل الرخامة هنا، ممكن أعمل هنا، لأ الموضوع فرق معايا. يمكن برضه الناس اللي متابعاني من الأول عارفة إن شكل المطبخ ما كانش كده أصلًا، أو مش فاكرة أنا جِبت لكم الشكل في الأول والّا لأ، بس دخلة المطبخ كانت ضيّقة جدًا عندي، أنا كسّرت الدخلة بتاعة المطبخ وسّعتها. أنا مخلّية يا بنات المطبخ الخشب من تحت أصغر، يعني بدل ما يكون المطبخ من تحت كبير ويضايقني، لأ أنا استغلّيت المساحة اللي تحت دي كلّها أجهزة، وخلّيت المطبخ من فوق أكبر شوية. بدأت أحُط الحاجات اللي أنا محتاجاها واللي أنا باستخدمها، وبعدين مش باحب المواعين كتير، ودايمًا باقول لكم كده، حاولوا إن أنتم تتخلّصوا بقى من بلاستيكات، مواعين، أزايز، حاجات ما لهاش أي لازمة، الموضوع ده فعلًا بيفرق، حتى لو المطبخ بتاعِك كبير هتحسّي إن هو ضيّق. فحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ المطبخ بتاعِك يكون فيه الحاجات اللي أنتِ بتستهلكيها بس وبتستخدميها. ودي نصيحتي ليكِ، لإن دي النصيحة بقى اللي فرقت معايا أنا، المنظمات، إن أنتِ تجيبي كده منظمات وتبدئي إن أنتِ ترتبي الحاجات في المطبخ، وتتخلصي من كل حاجات زيادة عندِك، وتخلّي الحاجات اللي أنتِ بتستخدميها بس تحت إيدِك. وبالنسبة بقى للتنضيف، التنضيف بقى حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ إيه، كل ما بتبقى الحاجة خفيفة كده تحت إيدِك هتلاقي نفسِك في ثواني بتخلّصي كل حاجة. يعني أنا باحاول أجيب المقاشة الصغيّرة ديّة اللي هي بتاعة الجاروف دي، وآجي كده من تحت ما هي دي اللي تنفع معايا على فكرة في التنضيف عشان المطبخ صغيّر، أنا هاقول لِك أنا بانضّف إزاي عشان أقتنع إن أنا نضّفت، لإن أنا برضه موسوسة جدًا زيِّك. باجيب المقاشة الصغنّنة خالص دي، وآجي بقى من تحت المطبخ ومن تحت البوتاجاز ومن تحت التلاجة والكلام دوّة، وأبدأ أكنس وآجي كده بالموب اللي هي الرفيّعة دي أقوم برضه ماسحة. طبعًا يعني إحنا بنبقى نِفْسنا نشِد ونمسح ونعمل، بس هو الموضوع هيبقى صعب طبعًا بالنسبة لنا، عشان المطبخ ضيّق مش هتعرفي تحرّكي فيه الأجهزة، بس أنا باقول لِك أنا بانضّف إزاي، ودي أسهل طريقة الصراحة أنا يعني بانضّف بيها. بُصّوا بقى عشان ما تتوهوش منّي، أنا كان عندي يا بنات بواقي عيش، البواقي العيش اللي بتتبقى منّي ومن الولاد بعد الأكل، باشيلهم كده في كيس صغيّر جمّعت كمية كبيرة زي ما أنتم شايفين، وحمّصتهم في الفرن بتاع البوتاجاز، وبعد ما نشفوا خالص وبردوا كسّرتهم كده وحطيتهم في البرطمان دوّة. بُصّوا بقى، رقم 1 إحنا بنحافظ على النعمة يا بنات، رقم 2 بقى هتسهّل عليكِ بقى حاجات جميلة كده، لمّا تيجي بقى عندِك فتّة، عندِك حاجة بدل ما تقعدي تحمّصي عيش وتكسّري وتقطّعي لأ، العيش بقى هيبقى موجود عندِك ومتحمّص وفي نفس الوقت أنتِ حفظتِ النعمة بتاعة ربنا وما رميتيهاش، لإن أنا في بداية جوازي كنت بيتبقى منّي عيش غصبٍ عني بقى ربنا يسامحني كنت بارميه، بس مش بارميه عشان حاجة، كان بافضل شايلاه في أكياس وإحنا كل يوم عايزين ناكل عيش صابح، وجوزي مش بيحب العيش اللي هو في التلاجة، فكل يوم كنا بنجيب عيش صابح، فبيتبقى حتت بقى وفتافيت وكده، ما حدش هياكلها، فربنا يسامحني كانت بتترمي، لإني ما كنتش أعرف يعني حد إن أنا حتى أدّي له العيش ده يستفاد بيه. فيعني هو دوّة بقى الحاجة بقى اللي أنا بقيت أعملها الحمد لله وراضية عن نفسي كده، إن أنا حاسة إن أنا باحفظ نعمة ربنا، فدايمًا لمّا بتحفظي نعمة ربنا بتحفظِك برضه. اعملوا الموضوع ده هيفيدكم جدًا، والفينو برضه لمّا بيتبقى من الولاد فينو يا بنات، باقوم واخدة كده مثلًا اتبقى 1 أو 2 رغيفين فينو أو كده، باشيلهم في الفريزر وبرضه باعمل كمية وباطلّعهم أحمّصهم وأعمل منه بقسماط، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي أنا هاشارككم أنا عندي شوية فينو برضه حمّصتهم، بس لسه بقى هاطحنهم معاكم الفيديو الجاي. عشان ما تتوهوش منّي أنا باعمل الغدا شوية رُز بشعرية وعملت كنت جايبة أوراك سلقتها
وعملت شوية الحاجات دي طبعًا سهلة وأنتم أشطر منّي فيها، وعملت شوية طبيخ كده يا بنات. كان عندي في الفريزر الفاصوليا اللي هي الناشفة، أنا يا بنات بافرّز دايمًا الفاصوليا واللوبيا والحاجات الناشفة دي كلّها، كل البقوليات أنا بافرّزها وشاركتكم تقريبًا قبل كده وإن شاء الله هاشارككم تاني. حطيت بقى الفراخ مع شوية الكاتشب بقى في الفرن، بُصّي بتطلع كده كأنِك شاوياها وبيطلع طعمها تحفة جدًا، جرّبوها يا بنات وحلوة أوي وأسرع غدا أنا عملته. يالّا بقى قولوا رأيكم في الفيديو إيه، واشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله، دمتم في أمان الله.